في سنة 2022 قمر صناعي تجسس صيني عدى فوق صحراء نيفادا ولاحظ حاجة ما كانتش المفروض تكون موجودة. حاجة ضخمة، حاجة القوات الجوية الأمريكية عمرها ما اعترفت رسمياً إنها بنتها. البنتاغون ما قالش حاجة، وده لو تعرف البنتاغون معناه إن عندهم كلام كتير. القصة دي بتبدأ في مكان نائي تماماً، تحديداً في منطقة الاختبار والتدريب الواسعة في نيفادا اللي اسمها NTTR، منطقة صحراوية محظورة مساحتها قد سويسرا. دي المكان اللي بتتولد فيه أكثر الأسلحة سرية في أمريكا وبيتم اختبارها، ولو ما نفعتش بيتنسوا. هو مش قاعدة عسكرية بالمعنى التقليدي، هو أشبه بسر صناعي. صحراء موهافي وصحراء الحوض العظيم كانوا أصلاً شاطرين في الحفاظ على السرية. الحكومة الأمريكية بس خلت الموضوع رسمي. طيب إيه بالضبط اللي الأقمار الصناعية صورته؟ هل الصين اكتشفت دليل على سلاح أمريكا الجديد اللي حيغير قواعد اللعبة؟ ولو كان مجرد مخزن عادي ليه أكبر من أي حاجة؟ القوات الجوية اعترفت بوجودها قبل كده. أنا بدأت أدور على إجابات. في فبراير 2023 منطاد تجسس صيني عدى فوق الولايات المتحدة، عمل شكل رقم 8 بدقة فوق ولاية مونتانا، ووقف فوق صوامع صواريخ مينتمان 3 في قاعدة مالستروم الجوية. كان بيبعت إشارات لبكين في الوقت الحقيقي. عدى فوق الموقع قبل ما طيارة F-22 توقعه أخيراً قبالة ساحل ساوث كارولاينا. المسؤولين قالوا للناس إن قيمة المعلومات اللي جمعها كانت محدودة، بس الحقيقة غير كده. ولما التقييمات الداخلية ظهرت بعدين وضحت صورة أقل طمأنينة بكتير. وبحسب التقارير دي البالون فعلا جمع معلومات استخباراتية وهو بيعدي فوق المكان، يعني شكله فعلا حقق الهدف اللي اتبعت عشانه. الأقمار الصناعية الصينية بتعدي فوق نيفادا أغلب أيام الأسبوع. الأقمار الصناعية الروسية ليها جداولها الخاصة، ولو حابب تشوف بنفسك شركات التصوير الخاصة هتبيع لك صور عالية الدقة لبحيرة جروم بكم $100. والمحللين اللي بيدرسوا الصور دي دايما بيوصلوا لنفس النتيجة. في حاجة غير عادية بتتبني جوا منطقة نيفادا للاختبار والتدريب. الأدلة واضحة لأي حد عايز يشوف، بس القوات الجوية لسه رافضة تعترف إنها موجودة. في أوائل 2022 واحد من الأقمار الصناعية الخاصة دي فاجأ القاعدة بين مواعيد مرور الأقمار الصناعية المجدولة. الصورة أظهرت طيارة على شكل دلتا واقفة على ممر الطائرات وواضحة للعيان. كان فيه خيمة حماية متغطية على جزء منها، بس الهيكل كان لسه باين كفاية علشان تشوف الشكل اللي تحتها. الشكل كان واضح وما فيش فيه لبس، من غير ذيل، وأطراف الأجنحة منحنية وما شبه أي طيارة. القوات الجوية الأمريكية اعترفت بها علنا قبل كده. ما فيش تفسير رسمي طلع بعد كده. البنتاغون معلش، ولا نورثروب جرومان، ولا لوكهايد مارتن، ولا بوينغ. صور تانية أظهرت هانجر عرضه تقريبا 215 قدم. القوات الجوية مش بتبني مباني بالحجم ده للتخزين. المباني بالحجم ده بتتبني حوالين حاجة معينة، حاجة على الأقل دلوقتي مش المفروض تكون موجودة أصلاً، والصينيين كانوا عارفين بالضبط يدوروا فين. الأرض اللي مخبية كل ده ممتدة أبعد بكتير من قاعدة واحدة، من المنحدرات الشرقية لسلسلة جبال سييرا نيفادا لحد الحافة الغربية لنيو مكسيكو. بتغطي مساحة ضخمة، مساحة متواصلة ومقفولة بالكامل. صحراء موهافي في ناحية كاليفورنيا، والحوض العظيم اللي ممتد عبر نيفادا وداخل يوتا. على خريطة الطرق شكلها صحراء فاضية، لكن على خريطة سرية تعتبر من أغلى الأراضي اللي الحكومة الأمريكية سيطرت عليها في تاريخها. اللي اكتشفته حيغير شكل القوة العالمية في ال50 سنة الجاية. المنطقة المحظورة فوق ميدان نيفادا للاختبار والتدريب بتغطي أكثر من 12,000 ميل مربع، وفي حواليها كمان 7,000 ميل مربع من المجال الجوي العسكري المشترك. المجموع كله أكبر من مساحة سويسرا. مفيش طيارة تجارية بتعدي من فوقها. وزارة الدفاع طافلة المجال الجوي ده من يوم 29 أكتوبر سنة 1940، فيه 86 سنة من السيطرة المستمرة. حدود المنطقة على الخريطة كانت بتتحرك في اتجاه واحد بس، للخارج. منطقة تجارب الصواريخ وايت ساندز في جنوب نيو مكسيكو بتغطي 3200 ميل مربع على الأرض، ولو ضفت المجال الجوي المحظور كله بتوصل المساحة تقريباً ل 7600 ميل مربع، وبتتمد من أرض الصحراء لحد حافة الفضاء. دي أكبر منطقة جوية محظورة تابعة لوزارة الدفاع في البلد، وعلى بعد كام ساعة غرباً هتلاقي محطة تشاينا ليك للأسلحة الجوية التابعة للبحرية اللي بتغطي 1.1 مليون فدان في غرب صحراء موهافي. دي بتشكل 85% من كل الأراضي اللي البحرية الأمريكية بتستخدمها لاختبار الأسلحة الجديدة. لو جمعت ال3 مواقع دول مع بعض وكمان ضفت العشرات من المناطق الأصغر المنتشرة في المنطقة، اللي بيظهر هنا مش مجرد مجموعة قواعد، لكن منطقة ممنوع الدخول فيها، ممتدة بشكل متواصل عبر 3 ولايات.
دي أكبر ساحة مركزة للاختبارات العسكرية في تاريخ البشرية. الولايات المتحدة بتسيطر على مساحات جوية محظورة فوق أراضيها أكثر من أي دولة تانية تقريبا في العالم. الصين بس هي اللي عندها أكثر، وكل ده ما حصلش بالصدفة. ده نتيجة مشروع استمر 80 سنة وامتد عبر 14 إدارة و6 حروب كبيرة وإعادتين كاملتين لصياغة طريقة تفكير أمريكا في القتال. وبرغم كل ده الاتجاه عمره ما تغير فعلا. الخريطة كانت بتتوسع أكثر. قطعة أرض قيمة في آلة الحرب الأمريكية، مش في شمال فيرجينيا ولا في مراكز الهندسة في جنوب كاليفورنيا ولا حتى جوه البنتاغون نفسه. هي شريط من بحيرات جافة وأراضٍ ملحية وأحواض صخرية. الصين ما تقدرش تكرر ده في صحراء جوبي، وروسيا ما تقدرش تعمله في سيبيريا، والسعودية ما تقدرش تعمله في الرباع الخالي. الأرض مليانة أراضي فاضية، وبعضها حتى أكبر من جنوب غرب أمريكا من حيث المساحة. بس ولا مكان من الأماكن دي بناء اللي جنوب غرب أمريكا بناه. عشان الموضوع مش مجرد مساحة بس، في 4 شروط لازم كلهم يكونوا موجودين في نفس الوقت. أول شرط هو الهواء نفسه. الحوض العظيم بيقع بين 4000 و6000 قدم فوق مستوى سطح البحر. الهواء هنا خفيف ومستقر، ويمكن التنبؤ به بطريقة الأماكن المنخفضة مش زيها. قراءات الرادار بترجع أوضح، وأجهزة الاستشعار بتفضل مضبوطة لفترة أطول، والصواريخ بتطير مع اضطرابات خارجية أقل. حتى المتغيرات الصغيرة اللي ممكن تشوش البيانات في أماكن تانية بتكون أقل هنا. اختبارات الطيران اللي بتتعمل فوق بحيرة جروم بتطلع بيانات أوضح وأكثر موثوقية من اللي ممكن توفرها المناطق الساحلية حتى في أفضل أيامها. وفيه كمان عامل السماء. صحراء موهافي والحوض العظيم مع بعض عندهم أكثر من 300 يوم من غير سحب في السنة. تتبع مركبة بسرعة تتجاوز ماخ 1 محتاج خط رؤية متواصل عبر مئات الأميال. كتلة سحب واحدة بس ممكن تدمر. اختبار استغرق 18 شهر في التحضير. وتحت كل ده فيه الأرض. طيعان البحيرات الجافة من أكثر الأسطح الطبيعية استواء على الكوكب. بحيرة جروم وبحيرة روجرز الجافة في إدواردز، وسهول الجبس في وايت ساندز. بحيرة يوكا الجافة جو منطقة الاختبارات والتدريب في نيفادا. مش محتاجين تجهيز أو إنشاءات عشان يشتغلوا كمدارج. الطيارة الجديدة ممكن تهبط مباشرة على أرض البحيرة الجافة، تلمس الأرض وتوقف على تراب مضغوط بس. آخر شرط هو اللي أغلب المخططين الأجانب بيقللوا من أهميته: القرب. مصنع القوات الجوية رقم 42 في بالمدايل يبعد تقريبا ساعة بالشاحنة عن إدواردز. منشآت تانية قريبة، لدرجة إن المهندسين يقدروا يخرجوا من غرفة التصميم الصبح ويشوفوا الأجهزة بتتجرب في الصحراء بعد الظهر. حتى المراكز الكبيرة لصناعة الطيران على الساحل زي لوكهيد مارتن ورايثيون على بعد نص يوم بس. يعني الجنوب الغربي الأمريكي مش مجرد أرض فاضية، دي أرض فاضية من النوع الصح. كل حاجة متظبطة في مكانها الصح، جنب الصناعة الصح، تحت السما الصح. والتركيبة دي ما حصلتش بالصدفة، دي الأساس لنظام بقاله 80 سنة بيتبني طبقة فوق طبقة. ومع الوقت النظام ده غير شكل الحروب، وأكثر من مرة ساعد يغير القواعد كلها. منطقة وايت ساندز أكبر من رود آيلاند وديلاوير مع بعض. لو حطيت 9 قواعد من أكبر قواعد الجيش، من أكبر القواعد جواها هتلاقي لسه في مساحة فاضية. الجيش، البحرية، القوات الجوية، ناسا، وحوالي 200 شركة خاصة، كلهم موجودين هنا، وكلهم جايين لهدف واحد: علشان يختبروا حاجات مستحيل تتجرب في أي مكان تاني. كل برنامج أمريكي في مجال فرط الصوتيات بيتطور دلوقتي، بيتقيم هنا. ما فيش مكان تاني في البلد فيه التركيبة دي من المجال الجوي المفتوح وميدان اختبار خاضع للسيطرة. مستحيل فعليا تطير مركبة بسرعة ماخ 8 في أي مكان تاني في أمريكا. جوا مجمع وايت ساندز فيه منشأة اختبار أنظمة الليزر عالية الطاقة. هي مدفونة في مخبأ محصن مصمم عشان يتحمل ظروف قريبة من ضربة نووية. فيها بعض من أكثر أنظمة الطاقة الموجهة تطوراً في وزارة الدفاع، بما فيها نظام الدفاع بالليزر الطبقي بتاع البحرية. في سنة 2022 نجح في استهداف طيارة بدون طيار كانت بتحاكي صاروخ كروز دون سرعة الصوت. لو عصر الليزر في الأسلحة الأمريكية ليه مكان ميلاد، فهو في الحتة دي من تراب نيو مكسيكو. على بعد كام 100 ميل غرباً فيه محطة الأسلحة الجوية البحرية تشاينا ليك. هنا مهندسين البحرية بنوا أول صاروخ AIM-9 سايد ويندر سنة 1950، والتصميم ده بقى بعد كده الصاروخ القياسي لمقاتلات الناتو لعقود طويلة. حوالي 85% من كل سلاح بيتم إطلاقه من الجو في البحرية الأمريكية وتبنى أو تجرب في تشاينا ليك، وده بيشمل شغل صواريخ توماهوك كروز. دلوقتي تشاينا ليك بتجري تجارب على طاقة الموجهة واختبارات لمكونات فرط صوتية، هي اللي بتدير الجيل الجاي من صواريخ جو اللي لازم تتغلب على حساسات المقاتلات الصينية. البرامج الجديدة بتحل محل القديمة أول ما القديمة تخلص. ال NTTR هو قلب كل ده.
جوا السور فيه نماذج لأنظمة الدفاع الجوي السوفيتية والروسية والصينية والإيرانية. أجهزة البث التهديدية بتطلع إشارات إلكترونية بتشبه جدا مواقع صواريخ الدفاع الجوي الحقيقية. الطيارين اللي بيشاركوا في مناورات ريد فلاج بيدربوا ضد دفاعات جوية بتتصرف زي اللي ممكن يواجهوها فوق بكين أو موسكو أو طهران. التدريب واقعي لدرجة إن قوات الجو الحليفة بتبعت أفضل طياراتها لنفس التمارين. بريطانيا، أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، ما فيش أي مكان تاني في العالم خارج الأراضي الأمريكية في حاجة زي كده. المدى نفسه بيتطور بشكل مستمر بقاله 80 سنة. أنظمة الرادار القديمة من أيام ترومان اتغيرت من غير ما العمليات تتوقف ولا لحظة. الشبكة عمرها ما وقفت عن العمل. عقود من الاختبارات المستمرة من غير توقف عملت أكبر مخزون من بيانات الطيران على وجه الأرض. الأرشيف ده بقى ميزة في حد ذاته، لأن ولا قوة أجنبية تقدر تكرر ده من غير ما تعيد نفس تجارب 80 سنة من الأول. من أوائل التسعينات الصين ضخت حوالي 1.5 تريليون دولار في تطوير الجيش. القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي دلوقتي عندهم مقاتلات متقدمة أكثر من القوات الجوية الأمريكية من حيث العدد، وده حسب طريقة حسابك لأسطول J-10. بس في كل الأحوال قوة الصين الجوية بتقرب بسرعة، وأقرب قاعدة عندهم هي جوكوف في صحراء الجوبي، والمقارنة دي بتوضح التفوق الأمريكي أكثر من أي إحصائية ممكن توضحها. ما فيش ميدان للاختبارات الحية ولا مركز تصنيع جوي كبير في نطاق 600 ميل، وريخ محصورة في مسارات مدارية ضيقة، وما فيش ممر متكامل لاختبار الأسلحة. ما فيش حاجة زي مناورات ريد فلاج، وما فيش كمان شبكة سرية متصلة زي اللي بتربط بين إدواردز وجروم ليك ووايت ساندز وتشينا ليك. وبحلول 2018 المسؤولين الأمريكيين قدروا أن الصين عملت تقريباً 20 ضعف اختبارات الطيران فرط الصوتية مقارنة بأمريكا في نفس الفترة. ده دليل أن البرنامج بيتحرك بسرعة، بس فيه مشكلة. شبكة الاختبارات الصينية متفرقة في كل أنحاء البلد، سلاسل الإمداد متقسمة. الجنوب الغربي الأمريكي بيعمل كل حاجة في منطقة واحدة متصلة، وده بيعمل فرق كبير. بس مشكلة بكين هي الوقت. شبكات الرادار في وايت ساندز اتطورت من سنة 1945 لما أجزاء صواريخ V2 الألمانية اللي تم الاستيلاء عليها وصلت لأول مرة ملفات بيانات الطيران بترجع لبرامج اختبار من أيام عهد أيزنهاور في روابط سرية بتوصل بين إدواردز، جروم ليك وتونوبا، وايت ساندز وتشينا ليك في نظام اتبنى على مدى أجيال من المهندسين. حتى القوانين اللي بتمنع الطائرات المدنية من دخول الممرات المحظورة اتكتبت سنة 1940 ولسه سارية لحد دلوقتي. الصين بدأت تبني نسختها في أوائل التسعينات، هم أسرع في البناء. المدارج ممكن تتبني في شهور، ومحطات الرادار في أقل من سنة. لكن السرعة مش هتعوض عن التجربة والخطأ. بعض الأصول مش بس موضوع فلوس. عشان نشوف الفرق ده بيظهر إزاي في الواقع، بص بس على تشينغدو J-20. أول رحلة ليه كانت في يناير 2011، وفي خلال أيام الصور كانت بتنتشر على الإنترنت. في خلال أسبوع البنتاغون كان شاف صور واضحة للطائرة قبل حتى ما تكمل أول دورة طيران ليها. قارن ده بالF-117. أمريكا خلتها سرية تماما لمدة 7 سنين قبل ما تعترف بوجودها أصلا. المستوى ده من الإخفاء صعب جدا على الصين إنها تقدر تعمله. مواقع الاختبار عندهم قريبة أكتر من الطرق المدنية، والبنية التحتية بتاعتهم مكشوفة أكتر. يعني الفجوة بالدقيق، وأي محلل جاد هيقول لك كده، بس لسه ما اتقفلتش. والميزة اللي لسه عند أمريكا بقت مركزة أكتر في برامج مش موجودة قدام الناس خلص، ومنطقة جروم ليك هي الدليل على كده. المنطقة المحظورة R4808 N محاوطة القاعدة بقالها عقود. تقارير هيئة الطيران الفيدرالية بتوصف الغرض منها إنه اختبار وتدريب. في أغسطس 2014 بدأوا يبنوا هانجر جديد في الطرف الجنوبي من ممر طائرات في جرومليك. محللين مدنيين جابوا صور أقمار صناعية بتوضح بأبعاد تقارب 215 قدم في 215 قدم. بعدها بفترة قصيرة المؤرخ في مجال الطيران بيتر ميرلين تتبع مبنى تاني اتبنى هناك، كان أكبر بكتير من أي حاجة اتبنت قبل كده في القاعدة. وفي نفس الوقت تقريبا القوات الجوية بدأت تقفل الأراضي اللي حوالين المكان. في أكتوبر 2015 وبعد سنين من مفاوضات فاشلة، القوات الجوية استولت على منجم جروم. كان آخر ملكية خاصة ليها رؤية واضحة على القاعدة. العائلة اللي كانت ملكة المكان لأجيال اضطردت لما المفاوضات فشلت، وبعد كام سنة في أوائل 2018 القوات الجوية قدمت التماسا للكونغرس. طلبت 300 ألف فدان من محمية الصحراء الوطنية للحياة البرية عشان توسع منطقة الاختبار والتدريب في نيفادا. المحافظين على البيئة والمجموعات الأصلية اعترضوا، وفي الآخر الخطة فشلت. القاعدة
فضلت تتوسع مهما حصل. ما بين 2018 و2020 اتعملت امتدادات جديدة لأسطح الهناجر المختلفة. من فوق شكلها عادي، لكن في الواقع بتسمح للطائرات إنها تشغل محركاتها وتتحرك على الأرض وتغادر من غير ما تتعرض لأي مراقبة من فوق. القوات الجوية أصلاً بتجدول كثير من تحركاتها الأرضية حسب مرور الأقمار الصناعية. الهياكل دي خلت ده مش ضروري. بعد كده ظهرت الصورة اللي شدت انتباه الكل. في أوائل 2022 قمر صناعي تابع لشركة بلانت لابز صور الطائرة الغامضة اللي على شكل دلتا وهي واقفة في العلن على ممر الطائرات. زي ما قال المحلل تايلر راجاواي، شكلها كان مختلف عن أي حاجة اتشافت قبل كده في جروم ليك. وبحلول 2025 المراقبين قدروا يلقطوا أدلة أكثر. دليل تاني جه من واحدة من أغرب طيارات القوات الجوية، وهي بوينغ 737 معدلة بشكل كبير ومعروفة باسم النداء رات 55. وظيفتها إنها تطير جنب الطيارات السرية وتقيس مدى وضوحهم للرادار من كل زاوية. في كذا مناسبة المتابعين شافوا رات 55 وهي بتشتغل فوق صحراء موهافي، وغالباً في أنماط مرتبطة باختبارات التخفي. رات 55 ما بتطيرش غير لما يكون في حاجة تستاهل القياس، واستمرار وجودها بيدل إن في حاجة جديدة كانت بتحصل هناك. القوات الجوية ما قالتش حاجة، ولا البنتاغون ولا أي من المقاولين الكبار. صور الأقمار الصناعية الجديدة في مارس 2026 أظهرت حاجة تانية، هانجر جديد عند بحيرة بابوس الجافة. لحد الوقت ده المراقبين كانوا فاكرين إن بابوس منطقة اختبار حساسات أو مهبط احتياطي للطائرات. وجود هنجر بالحجم ده هناك بيدل على حاجة مختلفة. القوات الجوية بتوزع برامجها السرية على مواقع مختلفة. حتى العمال اللي معاهم تصريح في موقع معين ما بقوش يعرفوا إيه اللي بيحصل في الموقع اللي جنبه. قارن ده بتطوير بي 21 رايدر. البي 21 مشيت في طريق مختلف تماما. المشروع اتمنح لشركة نورثروب جرومان في 2015 وتطور بشكل كبير قدام الناس، وتعرض لأول مرة في احتفال متذاع على التلفزيون سنة 2022، وطارت لأول مرة في 2023 قبل ما تدخل اختبارات الطيران في قاعدة إدواردز. القوات الجوية عمرها ما حاولت تخبي وجود الطيارة دي، وده كان اختيار متعمد. في وقت معين المسؤولين قرروا إن وجود القاذفة نفسها أقل أهمية من القدرات اللي مخبيينها جواها. ده بيقول لك كتير عن اللي بيحصل جوا سور جروم ليك، لأن لو البي 21 كان آمن إنه يتكشف، فكر في اللي ما تكشفش. أي حاجة لسه محتاجة السرية الكاملة بتاعت جروم ليك اتعتبرت أكثر حساسية بكتير من أحدث قاذفة في أمريكا. وبناء على اللي تسرب، الجيل الجاي من القوة الجوية الأمريكية بيدور حوالين 3 حاجات: مقاتلة من الجيل السادس تحت برنامج التفوق الجوي للجيل القادم، وسرب من مقاتلات مرافقة من غير طيار تعرف باسم الطائرات القتالية التعاونية. وفي قدرة ثالثة القوات الجوية لسه رافضة تتكلم عنها بشكل علني. الاثنين الأولانيين ليهم أسماء معروفة، لكن الثالث ملوش. كل قوة منافسة ندية بتواجهها أمريكا بيبني أسلحة هجومية فرط صوتية، صواريخ بتسافر بسرعة ماخ 5 أو أكثر على ارتفاعات كل أنظمة الاعتراض الأمريكية الحالية بتعجز توصلها قبل ما تقرب من الهدف. البنتاغون اعترف بده بشكل علني. دي ثغرة في كل منظومة الدفاع. ميزانية القوات الجوية السرية فيها بند غير معروف بقاله كذا سنة متكرر. المحللين اللي بيتابعوا الحاجات دي بشكل احترافي مش قادرين يربطوه بأي برنامج معروف. مش بينطبق على مقاتلة الجيل السادس، ولا بينطبق على الطائرة القتالية التعاونية، ولا بينطبق على أي برنامج طاقة موجهة معترف به حالياً. وبعدين فيه رات 55 طائرة قياس التخفي اتشوفت. في أوضاع طيران المحللين وصفوها إنها مش متوافقة مع اختبار طيارة تقليدية. في حاجة بيتم قياسها في الصحراء دي ملهاش اسم، والقوات الجوية مش هتديها اسم. في نفس الوقت مكون الطائرات المسيرة بدأ يتشكل فعلاً. في 2024 القوات الجوية اختارت جنرال أتوميكس وأندوريال عشان يبنوا أول موجة من الطائرات القتالية التعاونية، واختبارات الطيران شغالة جوه المجمع في نيفادا. الهدف هو يكون فيه على الأقل 1000 وحدة منهم. اتصممت عشان تطير قدام الطيارات المأهولة، وهي شايلة حساسات أو أسلحة أو معدات حرب إلكترونية. لو ضربت صواريخ من العدو، المسيرات هتكون أول اللي يتصاب. الطيار هيفضل عايش والمهمة هتكمل. وكمان فيه الجزء الثالث اللي محدش راضي يسميه، السبب اللي ممكن يفسر ليه جروم ليك لسه بتتوسع. دي مش أول مرة الصحراء تخبي سلاح غير التاريخ. في إبريل سنة 1955 CIA اختارت جروم ليك لطائرة تجسس جديدة تماما. لجنة الاختيار حلقت فوق قاع البحيرة الجاف، وبمجرد ما شافوه اختاروا المكان فورا. قاع البحيرة المسطح، المجال الجوي المغلق في نيفادا، البعد عن أي مدينة. ما فيش مكان تاني في البلد كان بيقدم حاجة قريبة من كده. اليو 2 اتصممت في سوكانيكا ووركس في بوربانك في حوالي 8 شهور.
في أغسطس من نفس السنة أول نموذج تجريبي اتولد وطار فوق قاع البحيرة الفاضي. وبحلول 4 يوليو 1956 اليو-2 كانت بتطير فوق الأراضي السوفيتية على ارتفاع 70,000 قدم. ده كان أعلى من سقف أي مقاتلة سوفيتية وخارج مدى أي صاروخ سوفيتي كان في الخدمة وقتها. ده النموذج اللي الصحراء مشي عليه من ساعتها. ابنيها في السر، طيرها في السر، واستخدمها قبل ما الطرف الثاني يعرف إنها حقيقية. اليو-2 في الآخر اتضربت فوق سيفردلوفسك في 1 مايو 1960. السوفييت عرضوا حطام الطيارة وطيار الأسير قدام الكاميرات، وبكده سرية البرنامج انتهت فجأة. لكن في الوقت ده كانت الولايات المتحدة قد استفادت بالفعل ب4 سنين من التشغيل ورحلات الاستطلاع فوق قواعد السوفييت. الصور اللي رجعتها اليو-2 غيرت اللي كان المخططين الأمريكيين يعرفوه عن قدرات السوفييت. أزمة الصواريخ الكوبية حصلت سنة 1962. الصور اللي التقطتها اليو-2 وضحت بالضبط فين الصواريخ السوفيتية كانت موجودة وإزاي كانوا مجهزينها. المعلومات اللي جمعتها الطيارة دي عوضت تكلفة البرنامج 1000 مرة، وده كان مبرد البداية. الطيارة اللي خرجت بعد كده من الصحراء دي ما اكتفتش إنها تطير فوق الأراضي السوفيتية بس، دي كانت بتتحداهم يعملوا أي حاجة. الSR-71 بلاك بيرد طارت لأول مرة سنة 1964. كانت بتطير بسرعة حوالي 2200 ميل في الساعة على ارتفاع أكثر من 85,000 قدم. دخلها فوق سقف الارتفاع التشغيلي لأي طيارة اعتراضية سوفيتية وفوق مدى أي صاروخ أرجو كان موجود وقتها. وطول فترة الحرب الباردة طارت SR-71 في مهمات استطلاع فوق مناطق محظور التحليق فوقها ورجعت بصور قبل ما حد على الأرض يقدر يرد. السوفييت حاولوا وطول فترة تشغيل SR-71 أطلقوا عليها أكثر من 4,000 صاروخ، ومع ذلك ولا واحد منهم أصابها. الهندسة اللي كانت مطلوبة لبناء حاجة بالسرعة دي كانت قريبة من الجنون المتعمد. الألومنيوم بيسيح على سرعة SR-71، عشان كده جسم الطيارة بنى من التيتانيوم، ومعظم التيتانيوم ده جابوه المفرقة هنا من الاتحاد السوفيتي عن طريق شركات وهمية. وعند سرعة الطيران العادية سطح الطيارة كان بيسخن لأكثر من 500 درجة فهرنهايت، وكل جسم الطيارة كان بيتمدد كذا بوصة في الطول. خزانات الوقود كانت مصممة إنها تسرب وهي على الأرض، كانت بتتقفل كويس، بس لما المعدن يتمدد على ارتفاع عالي الطيارة كانت متعمدة تكون فيها مشاكل لحد ما تسرع كفاية وتصلح نفسها بنفسها. فضلت سرية لسنين. السوفييت كانوا عارفين إن في حاجة في مجالهم الجوي، كانوا قادرين يتتبعوا إشارتها على الرادار كويس لدرجة إنهم يضربوا عليها نار، بس ما قدروش يمسكوها، ما قدروش يوقفوها، وما قدروش يعترفوا قدام الناس إن في طيارة أجنبية بتتحرك بحرية فوق أهم منشآتهم الحساسة. وقت ما البرنامج بقى معروف للناس كان بالفعل نفذ مئات المهمات. المعلومات اللي جمعها شكلت التخطيط الاستراتيجي الأمريكي لمدة 20 سنة. طيارة يو-2 أثبتت إنه الصحراء ممكن تخبي سلاح. طيارة SR-71 أثبتت إنها ممكن تخبي سلاح يخلي العدو يبان عاجز وهو بيتنفذ. ثورة التخفي بدأت في الصحراء دي، بس الصحراء ما عملتش ده لوحدها. كل طيارة في السلسلة دي يو-2 SR-71 والطائرات اللي جات بعدها اتبنت بواسطة نفس المنظمة وبيشتغلوا تحت نفس القوانين وفي نفس المبنى. في بالمدايل كاليفورنيا تقريبا ساعة من مناطق الاختبار هناك الطيارات الجاهزة طارت لأول مرة، اسمها سيكنيك ووركس، قسم التطوير المتقدم في لوكهيد. كيلي جونسون كان بيديرها من الأربعينات بفلسفة عمرها ما تغيرت. فريق صغير، سرية تامة، وصول مباشر لمنشآت الاختبار، ومهندسين عندهم سلطة كافية ياخدوا قرارات من غير ما يستأذنوا. مفيش لجام، مفيش سلاسل موافقات طويلة، ومفيش إعلانات عامة. الطيارة يو-2 اتعملت من التصميم لأول طيران في 8 شهور. 8 شهور. وبعدها جات SR-71، وبعدها هاف بلو، وبعدها F-117، وبعدها F-22. سكنك ووركس لسه موجودة ولسه في بالمدايل ولسه سريع. المهندسين اللي شغالين هناك دلوقتي اتدربوا على ايد مهندسين اشتغلوا في البرامج اللي قبلهم. المعرفة المؤسسية ما بتتقعدش مع الناس، بتتنقل من جيل لجيل. وكمان عندهم المنشآت اللي محتاجينها لاختبار اي حاجة بيبنوها دلوقتي لسه في نفس الصحراء اللي كانوا فيها دايما. الصحراء وفرت الجغرافيا، وسكنك ووركس وفرت الطريقة. المجموعة دي شغالة بشكل مستمر بقالها 80 سنة. ده ما بقاش برنامج خلاص، ده نظام، والأنظمة أصعب بكتير في التقليد من المباني. النموذج التجريبي هاف بلو بتاع لوكهيد طار لأول مرة في جروم ليك سنة 1977 وبعدها تحطم. أول نموذج أولي وقع في مايو 1978. النموذج الأولي الثاني حصل له نفس المصير في يوليو 1979. نفس النتيجة. في اللحظة دي البرنامج ما كانش عنده أي طيارة شغالة ولا فكرة تشغيلية مثبتة.
وفريق سكنك ووركس كان لسه مدمر الطائرتين التجريبيتين. مفهوم التخفي عمره ما تجرب على نطاق عملي قبل كده. حادثتين في سنتين في صحراء، ممنوع حد يتكلم عنها. في أي مكان تاني البرنامج كان هينتهي عند النقطة دي، بس القوات الجوية كملت. كانوا بيدوروا على بيانات. الحساسات على طيارتين سجلت كل حاجة في الثواني اللي قبل الاصطدام. جسم الطيارة كان بيعمل إيه؟ إزاي توقيع الرادار اتصرف تحت الضغط؟ إيه اللي فشل وبأي ترتيب؟ F-117 اللي عدت من دفاعات بغداد الجوية سنة 1991 ما اتبنتش رغم الحوادث دي، اتبنت بسببها. الصين تقدر تبني منشأة اختبار أسرع من الولايات المتحدة. هي ما تقدرش تصنع عقد كامل من الفشل الموثق وتستخلص منه الدروس الهندسية. كل حادثة بتحصل في الصحراء دي بتضيف للأرشيف. مفيش حاجة بتترمي ولا ميزانية بناء تقدر تعوض الميزة دي. بعد كام سنة الطائرة اللي بقت F-117 نايت هوك كانت بتطير من نفس قاع البحيرة الجافة ده بحلول سنة 1983. القوات الجوية كانت بالفعل عندها طيارات شبحية شغالة في ميدان اختبار تونوبا، وما كانش تقريبا حد يعرف ده. لسنين الطواقم كانت بتتنقل بالأتوبيسات لمجمعات مؤمنة، وكانوا بيطيروا تقريبا بس بالليل وبيشتغلوا وراء طبقات من السرية. وكانت العملية فعالة لدرجة إنه البنتاغون ما اعترفش رسميا بالF-117 غير في سنة 1988. وقتها الطيارة كانت قضت 5 سنين في الخدمة الفعلية وطلعت مئات الطلعات. كان في سرب كامل من طيارات الشبح قبل ما الناس تعرف إن الطيارة دي حقيقية. بعد كده جه عاصفة الصحراء. في أول ليلة من الحرب طيارات F-117 قدرت تتسلل من خلال واحدة من أكثف شبكات الدفاع الجوي في العالم، وضربت أهداف حوالين بغداد من غير ما يخسروا ولا طيارة واحدة بنيران العدو. مشغولي الراديو العراقيين كان عندهم مشكلة ما حدش من الجيوش يحب يواجهها. كانوا بيحاولوا يدافعوا ضد سلاح هم بالكاد يعرفوا إنه موجود، وده كان هو الميزة الحقيقية. الولايات المتحدة ما اكتفتش إنها تبني تكنولوجيا تخفي، دي كمان خلتها سرية لفترة كفاية لحد ما استخدمتها فعلا. ولما منافسين أمريكا فهموا إيه اللي اتعمل في صحراء نيفادا، كانت التكنولوجيا دي بالفعل غيرت قواعد القتال. الطائرة بدون طيار بريداتور اتجربت هنا برضه. شركة جنرال أتوميكس طارت أول واحدة في يوليو 1994 من مطار الميراج في صحراء موهافي. الأرض المستوية جوة المجمع الكبير في نيفادا هي اللي خلت ده ممكن. المهندسين كانوا محتاجين مكان يختبروا فيه روابط التحكم عن بعد لمسافات مفيش موقع تاني يقدر يوفرها بأمان. وبحلول سنة 2001 كانت بريداتور بتنفذ مهمات قتالية فوق أفغانستان. الصين ما دخلتش أي حاجة الخدمة لحد سنة 2014. ده إدى الولايات المتحدة أكثر من 20 سنة من الهيمنة المطلقة في تكنولوجيا غيرت شكل الحروب من العراق لليمن لأوكرانيا. النمط في المرحلة دي بقى ثابت قوي عشان يكون مجرد حظ. الصحراء مش بس المكان اللي الأسلحة دي بتتجرب فيه، هي اللي بتخلي اختراعها ممكن من الأساس. أي حاجة موجودة جوه هناجر جروم ليك الجديدة مش هتكون في شكلها نهائي. ممكن نحدد جدول البناء من صور الأقمار الصناعية التجارية، لكن الحاجة اللي تهمنا فعلا اللي هي الطيارة نفسها عمرها ما بتظهر. القوات الجوية قضت عقودا بتحل مشكلة المراقبة من فوق. ممرات تحرك أرضي سرية بتخبي التحركات على الأرض. جداول الطيران بتتغير حسب مرور الأقمار الصناعية. منشآت منفصلة بتدل إن في برامج متعددة شغالة جنب بعض. من الفضاء تقدر تشوف الهيكل الخارجي لكن مش اللي جواه، وده الحد اللي كل أجهزة الاستخبارات الأجنبية تقف عنده. كلهم مقيدان بنفس الثلاث حاجات: الزاوية والدقة والتوقيت. المعلومات اللي فعلا ليها قيمة عمرها ما بتدخل في الكادر، وده أغرب جزء. الدول اللي أكتر ناس محتاجة تعرف إيه اللي بيتبني في صحراء نيفادا هم أقل ناس قادرين يلاقوه، مش عشان مش بيدوروا، لكن عشان بعد 86 سنة من التطوير النظام تصمم عشان يغلبهم. دلوقتي الجواسيس الأجانب ما عندهمش أي فكرة إيه اللي جوه الحظائر، ما يعرفوش إمتى الطيارة هتطير ولا هي هتعمل إيه لما تطير. ولما يكتشفوا الحاجات دي بيكون فات الأوان. الطيارة بتكون دخلت الخدمة والتطوير بيكون انتقل للمشروع اللي بعده. مفيش دليل إن الفجوة دي هتقفل قريب. السبب إن الميزة الحقيقية مش في المعدات، هي في المعرفة المتراكمة اللي بتتنقل من جيل مهندسين للتاني. الناس اللي بنوا F-117 ساعدوا في تشكيل B-2. المهندسين اللي ورا B-2 ساعدوا في بناء B-21. وكثير من الفرق اللي شغالة على البرامج السرية دلوقتي اتدربوا على إيد الناس اللي سبقوهم. الصحراء هي اللي بتحافظ على السلسلة دي حية. المهندسين بيقضوا حياتهم المهنية كلها وهم بينتقلوا بين نفس شوية المنشآت وبيشيلوا خبرتهم معهم. البرامج بتفضل جوه مجال جوي
يقاوم التدقيق الخارجي لعقود. البيانات بتدخل على بنية الاختبار اللي بتتحسن من سنة 1945 لما أول قطع صواريخ V2 الألمانية اللي تصادرت وصلت وايت ساندز. ممكن تصرف مليارات على مباني جديدة، اللي مش هتقدر تشتريه هو 80 سنة من الخبرة المتواصلة. وده بيرجعنا للبالون التجسسي اللي بدأ القصة دي. الرحلة الاستطلاعية دي ما كانتش عشوائية. بكين بعتته علشان ترسم خريطة القواعد اللي جوه المجمع. الجواسيس الصينيين استفادوا حاجة من الرحلة دي، بس الصين كمان خسرت منصة استشعار. ده سلم الولايات المتحدة قطعة مسترجعة من معدات التجسس علشان يفككوها بالمقابل. البالون دخل المجال الجوي الأمريكي من خلال جزر ألوتيان وعدى على أيداهو، وبعد كده انجرف للجنوب عبر مونتانا وعدى فوق صوامع صواريخ مينتمان 3 في مالستروم. كل جزء من الطريق عدى فوق أصول استراتيجية أمريكية. الصينيين هم اللي اختاروا المسار، كانوا عارفين بالضبط هم عايزين الحساسات تسمع فين. وزارة الخارجية أكدت بعد كده إنه البالون ده كان جزء من أسطول صيني أكبر. الأسطول ده طار فوق أكثر من 40 دولة في 5 قارات. واشنطن فصلت أجهزة الإرسال الحساسة في القواعد اللي تحت مسار البالون. الخطوة دي لوحدها بتبين قد إيه أمريكا بتاخد موضوع تجسس بكين بجدية. مرور الأقمار الصناعية اللي بيمسحوا الصحراء كل يوم ده محاولة يشوفوا اللي مش المفروض يتشاف. توسع المجال الجوي المحظور وممرات الطائرات المغطاة، الحظيرة الجديدة في بابوس. كل واحدة من الحاجات دي رد فعل على الضغط ده. القوات الجوية مش بس بتحمي الأسرار اللي موجودة، دي كمان بتخلي الوصول ليها أصعب. السرية بتحمي البرامج، والبرامج بتبرر السرية. الدائرة دي بتغذي نفسها. جنوب غرب أمريكا ممكن يكون أكبر تجمع لقوة عاملة خفية في تاريخ أمريكا. لأجيال عشرات الآلاف من العمال قضوا حياتهم المهنية كلها في برامج عمرهم ما قدروا يتكلموا عنها. طيارات غيرت شكل الحروب، اتبنت على إيد ناس أساميهم عمرها ما ظهرت في العناوين، وغالباً عمرها ما هتظهر. المميزات العسكرية اللي شكلت القرن الأمريكي اتعملت على إيد القوة العاملة دي. الحرب الكبيرة الجاية ممكن تتحسم في أول أيامها. التفوق الجوي هو اللي هيحدد كل اللي هيجي بعد كده. الطيارات اللي هتكون أهم مش بالضرورة اللي الناس عارفينها النهاردة، ممكن تكون الطيارات اللي قاعدة جوه الحظائر اللي القوات الجوية لسه رافضة تعترف بيها. الولايات المتحدة ما نزلتش مقاتلة تفوق جوي مأهولة جديدة بقالها أكثر من 10 سنين. برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم المفروض يغير ده. تقارير من سنة 2020 بتقول إنه في نموذج أولي فعلاً طار في السر من مكان جوا مجمع نيفادا. دول تانية ممكن تشتري مقاتلات متقدمة. السعودية عملت كده، الإمارات عملت كده، كوريا الجنوبية عملت كده. اللي مش قادرين يعملوه هو إنهم يخلقوا فئة جديدة تماماً من السلاح قبل ما أي حد يعرف إن الفئة دي أصلاً موجودة. مفيش مكان تاني بيجمع نفس الجغرافيا ونفس القاعدة الصناعية ونفس المعرفة المؤسسية ونفس المجاري الجوي المحمي. قمر صناعي بيعدي من فوق، بيلقط صورة لبحيرة جافة، شوية هناجر، مدرج ومجال جوي مقيد. الصورة شكلها عادي جداً، والمحلل اللي بيراجعها مش بيلاقي حاجة، وده بالضبط هو المقصود. نفس النظام اللي خبى طيارات ثورية في الحرب الباردة لسه شغال لحد النهاردة. ميزانية القوات الجوية السرية دلوقتي بتتعدى 30 مليار دولار في السنة. جزء كبير من الفلوس دي بتختفي في الصحراء دي، وبتمول منشآت وبرامج وطائرات بتفضل بعيدة عن عين الناس. وده هو الدرس الحقيقي. أغلى حاجة في صحراء نيفادا عمرها ما كانت الطيارات، هي القدرة على تصنيعها في السر. ولما برنامج منهم بيتكشف، اللي بعده بيكون بالفعل بيطير ورا طبقة أمان تانية. والوضع ده مستمر بقاله أكتر من 86 سنة. ولو النظام ده لسه شغال يبقى مستقبل القوة الجوية غالباً لسه ما شفناهوش، بس هو أكيد شافنا. شكراً إنكم كنتوا معي النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، ده فعلاً بيفرق معايا. شكراً تاني، وأشوفكم الحلقة الجاية على ماب باك.